واعتقد ان هم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام كيف يكون الضرب، فقال بالسواك، ما قالش باللطش وما قالش يعني مش عارفه الايه والكدمات فلو كان السواك يعني هي مجرد لمسه وهي المقصود بها لفت النظر مثلا، او تعبير عن غضب يعني يتعدى الكلمه، لكن ان انا اضرب بالطريقه اللي بيقول عليها الاستاذ ده فيها يعني ايلام وفيها اهانه وفيها اذلال وفيها كل حاجه، وبعد فتره لا شك ان الطفل هيتبلد ومش هيجيب معاه نتيجه. مش هو ده الاسلوب يعني. وزماء العالم ما حصلهمش تبلد. المنفلوطي وحافظ ابراهيم انت حللتهم نفسيا عشان واتضربوا. طب انت ما شفتيش مسلسل الايام مثلا ده كان حالته بؤس يعني. الحل ايه؟ ده ما اتضربش، ده مات، ده عمي يعني. مش عارف انا يعني ايه حللتهم. ده انا بقول لك حاجه الناس شافتها. طيب هقول لحضرتك حاجه. افرض دلوقتي يعني خلينا بس نوسع مداركنا شويه. احنا عندنا حالات كتيره لاباء بيضربوا الاطفال ضرب مبرح، وعندنا اطفال يعني حالات مستعصيه لا نستطيع ان نتحكم فيها. تمام. وحضرتك قلت يعني في كل خير الامور الوسط. وسطيه. الانسان العادي لما بيسمع من شخصيه زي حضرتك يعني محامي واعلامي ومفوه وتطلع تقول الضرب، مش بيسمع بقى الحتت الصغيره دي بتاعت يعني بلاش الحته دي وبلاش يتضرب كده، ما بيسمعش، هو بيسمع الضرب. انا شفت في التلفزيون بيقول ان الضرب. احنا بنتكلم حضرتك زي ما حضرتك بتقول كده، بنتكلم العامه، بنتكلم العموم الناس. العامه من الشعب بيسمعوا الجزء اللي بيلقى صدى في انفسهم، صح؟ طب دلوقتي لما يسمع الولد بقى سيبك من الراجل اللي سمع وهم انه يضرب بقى لان انا سخنته. خلينا الطفل اللي سمع الاستاذه جيهان بتقول له ما فيش ضرب خالص الطفل، وكده حضرتك الخط الساخن نطلب لك مش عارف ايه. اليس هذه دعوه لتمرد الابناء على الاباء؟ لكن انا بقول للاباء اللي هم فقدوا الرحمه، زي الراجل اللي جه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وشاف النبي بيدلل الحسن وبيدلل الحسين، فقال له اسمه الاقرع بن حارس، وقال له انا ليا من الاطفال 12 طفلا ما دللت واحدا فيهم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا افعل وقد نزع الله من قلبك الرحمه. شفت؟ رحمه. سمعت؟ انت اللي سمعتي، انا اللي قايل. لكن هذا نموذج الرحمه سيدنا النبي عليه السلام في التربيه. لكن في اطفال تاني غير الحسن والحسين. يبقى الرحمه والحوار هو الاساس. اساسي طبعا. مش عايزه كلام، مش عايزه جليط انا اقول له يا راجل انت ما تضربش ابنك خليك رحيم بيه. انا جلياط كده؟ ده هو اساسا عنده رحمه. افرض ان هو منزوع الدسم بتاع الرحمه دي، اعمل فيه ايه؟ خلاص هيموت ابني موته. بس دي حالات شاذه. لكن القاعده ان كل اب بيكافح في البيت وام بتكافح في البيت، وما ضرب ابنه عشان يستمتع بالضرب. هيضرب طفل عشان يستمتع بضربه، وانما عشان يقومه. عشان يقومه. لكن اجي الغي الضرب خالص واطلب النجده لابويا عشان ضربني، دي قله ادب. دي قله ادب. والله في اطفال كتير جدا بيتصلوا بيقولوا دي قله ادب، ما ترباش. يبقى يتضرب استاذه جيهان. مش عارفه والله. كلمه اخيره. لا طبعا يعني انا مش معنى الطفل يبلغ عن اهله يعني ابوه او امه او تحصل المشكله، لكن هي الخط 16000 ده معمول عشان لو اي طفل تعرض للعنف في اي مكان، مش عشان الاسره والاب والام اساسا يعني. لكن لو كان في اب او ام تجاوزوا واصابوا الطفل بعاهه ولا باي يعني الضرب وصل لمرحله فيها اذى شديد، مش محتاجين يبقى ممكن قوي الطفل او اي حد من المحيطين هي وليه الطفل ممكن يعني نتكلم يا سياده لا انا عايز اقول لحضرتك ان لو في الخط الساخن عشان لو حصل عاهه متشكرين يا خط يا ساخن، انا عندي النيابه العامه هي بديله عن الخط الساخن. ايوه بس الطفل مش هيتصل بالنيابه لكن هيتصل بحد. اي حد من المحيطين بيه لو شافوا ان هو تعرض لخطر شديد بيبلغ ويقول ان الطفل ده انا شفته بيتعرض لموقف كذا وكذا، فبييجوا يتدخلوا بطريقه. تفتح باب المكائد والفتن. انا لقيت ببلغ انا سامع صوت عند جيراني الواد بيتضرب من ابوه الحقونا، ده كلام. ويبقى في مكائد. انا هتصل اقول ان انت شغال. الحقيقه ما دهناش والمجتمع يتفكك. احنا لينا تربيتنا. هذه الافكار مستورده. مؤتمرات مش عارف مين والختان وضرب الاطفال والمراه وعدم تعدد الزوجات، دي افكار مستورده ما تنفعش معانا ومش هتطبق في مصر طالما في ازهر. طبقت بطمنهم والله ما تطبق. والخط الساخن ده هتلاقيه ولع بعد شويه.